ارتفاع طفيف في أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يصل إلى 48 جنيه و66 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في فيديو جديد. هنشوف مع بعض سعر الدولار قدام الجنيه المصري في منتصف التعاملات في اليوم، وهل حصل أي تغيير ولا الأسعار لسه ثابتة. سعر الدولار فضل مستقر في البنوك. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 48 جنيه و66 قرش للشراء، 48 جنيه و52 قرش للبيع. أما في باقي البنوك فالأسعار جت متشابهة. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 48 جنيه و54 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و64 قرش. في بنك مصر سجل الدولار 48 جنيه و54 قرش للشراء، 48 جنيه و64 قرش للبيع. في البنك القاهرة 48 جنيه و54 قرش للشراء، 48 جنيه و64 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 48 جنيه و54 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و64 قرش. أما في بنك CIB فسجل الدولار شراء 48 جنيه و54 قرش، 48 جنيه و64 قرش للبيع. كما لاحظنا إن الأسعار متشابهة، وبكده نكون عرفنا أسعار الدولار بمنتصف التعاملات النهاردة. تابعونا يوم بيوم عشان يوصل لكم أحدث أخبار العملات. ولو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.